مجموعك وتقديرك في الكليه هو اللي هيحدد مستقبلك. يمكن دي من اكتر النقاط اللي بيساء فهمها او بتتفهم غلط. ممكن حد ياخدها حجه انه ما يكملش الثانويه او ما يذاكرش او ان هو اصلا ما يدخلش الكليه، يقول لك خلاص انا هسيبني خالص من الموضوع ده واعمل زي ما الناس دي بتقول، وان الشهاده مش مهمه ومش لازم تدرس اساسا. ده غلط، احنا ما بنقولش كده خالص. بص، قبل اي حاجه انت لازم تخلص الثانويه ولازم تتخرج من الكليه ويكون معاك شهاده جامعيه، ويفضل بافضل مجموع او بافضل تقدير ممكن. ايه يا عم، انت مش بتقول ان مجموعك مش هو اللي بيحدد مستقبلك؟ مجموعك مش هو اللي بيحدد مستقبلك، ولكن كون ان معاك مجموع كويس فده بيدي لك بريفليجز او بيدي لك مميزات هتفيدك فيما بعد. لو عايز تطلع منحه، لو عايز تكمل دراسه بره، في برامج تبادل طلابي، في حاجات كتيره قوي هتستفيد منها وهيفتح لك الباب كون ان معاك تقدير كويس او مجموع كويس. فاعمل اللي عليك على قد ما تقدر علشان تجيب افضل تقدير ممكن. تمام، بس في نهاية المطاف لا تعول على هذا الموضوع لوحده، يعني مجموعك لوحده أو تقديرك لوحده مش كافي، وحتى لو لا قدر الله ما جبتش مجموع كويس فمش جيم أوفر.